السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت معاكم الحلق التركي الجديد أو الترند. أو المهلبية التركي تحفة بجد، طعمها رهيب، سهلة جدا، السهل الممتنع. حاجة كده بسيطة، مكوناتها بسيطة سريعة مبتاخدش وقت، وكمان طعمها لذيذ جدا جدا. بصوا من حلاوتها وشكلها اللي يفتح النفس. ما بقتش قادرة أوقف، عمالة أكل منها وما شاء الله. ولادي كلوها بسرعة جدا، ما قعدتش. فأنصحكم إن انتوا تجربوها لو انتوا بتحبوا المهلبية. هتدوقوها طعم جديد ومختلف. معايا هنا أول حاجة 2.5 كوباية من الحليب، وعليهم معلقتين نشا، معلقتين دقيق، ربع كوباية من السكر، وكده الطعم معتدل جدا، وكيس فانيليا ومكعب زبدة. في الوصفة الأساسية ضافت صفار بيضة. بصراحة أنا مرضتش أضيف صفار بيضة، أنا ما حبيت إن أنا أجربها من غير ما أضيف لها صفار البيضة. لو انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها، هي الوصفة الأساسية فيها صفار بيضة. قلبت على البارد وبعد كده رفعته على النار لحد ما تقلت معايا بالشكل ده، بس أوام أوام قبل ما تبرد تكوني مجهزة بقى طاسة أو صينية أو أي حاجة عندك هتقدمي فيها أو هتعملي فيها، وتحطي فيها معلقتين من السكر البودر. معلقتين سكر بودر عشان يتكرمل معاكي أسرع. ممكن طبعا تحطي سكر عادي، بس السكر البودر هيتكرمل معاكي أسرع. أهم حاجة على نار هادية عشان ما يتحرقش منك، عشان لو اتحرق بيغير طعمه. وأنصحك لو اتحرق منك بدليه واعمليه معلقتين سكر تاني، علشان بجد السكر بيبوظ طعم الوصفة لو اتحرق منك. وهنا حطيت أول لما كرمل حطيت أول حاجة كبشتين وفردتهم كده عليه كويس جدا لمدة دقيقة كده على النار. وبعد كده حطيت بقية المهلبية وفردتها كويس جدا. وطيت بقى النار على الآخر كده لمدة 7 دقايق. تغلي كده لمدة 7 دقايق، بس على ايه، على نار هادية جدا. وبعد كده هسيبها بقى تبرد كده شوية على الرخامة، وبعد كده هحطها في التلاجة. عايزة اقول لكم انا ما حطيتهاش كتير، انا حطيتها نص ساعة بس. بعد ما بردت شوية على الرخام وحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة، ما شاء الله تماسكت وطلعت تحفة. أهم حاجة جربيها في حاجة تكون غير لاصقة عشان ما تلزقش منك. وأهم حاجة لما تحطي أول كبشة أو أول كبشتين قلبيهم كده، فريزيهم كويس جدا على الكراميل. وبعد كده لما تحطي بقية المهلبية سيبيها لمدة 7 دقايق كده على نار هادية جدا. وده شكلها عايزه اقول لكم تحفه بجد، والله تحفه تحفه. زينيها، عايزه تزينيها بكراميل تاني، بمكسرات، بجوز هند، زي ما انت عايزه. جربيها مش هتندمي.